ای شهید شهید ای ربر شهید ام تفدی بونا شگر تو میری ای شهید شهید ای ربر شهید ام تفدی بونا شگر تو میری ام تفدی بونا شگر تو میری تنوكر شوبا كل شيء صعيد قاسم محمد برزاني حقي تنوكر شوبا كل شيء صعيد قاسم محمد برزاني حقي ای شهید شهید ای ربر شهید ام تفدی بونا شگر تو میری ام تفدی بونا شگر تو میری شهید کرد معشوق اولدار لخوین سار کرد دستن کلادا ای شهید کرد معشوق اولدار لخوین سار کرد دستن کلادا ای شهید شهید ای ربر شهید ام تفدی بونا شگر تو میری ام تفدی بونا شگر تو میری ريتشك نوتا دا بشيا ملات لبما شورتا قد بيروز بدولات ريتشك نوتا دا بشيا ملات لبما شورتا قد بيروز بدولات
أي شهيد شهيد أي ربر شهيد أم تبديبنا شقرت مريد أم تبديبنا شقرت مريد شلو ربا كرت فات قيان الشريك كريا خلات قام شلو ربا كرت فات قيان الشريك كريا خلات أي شهيد شهيد أي ربر شهيد أم تبديبنا شقرت مريد أم تبديبنا شقرت مريد إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. خرج من عباءة مشايخ السلطان، عشقته العقول قبل القلوب. معشوق الخزنوي، الشيخ الذي أرعب النظام فقتلوه. في الأول من حزيران عام 2005 أعلنت وزارة داخلية النظام السوري عثورها على جثة الشيخ الدكتور محمد معشوق الخزنوي في قبر قرب مدينة دير الزور بعد 3 أسابيع من اختفائه، وهو ما وصفه محبوه بالمسرحية المفضوحة. من هو معشوق الخزنوي ولماذا قتل؟ محمد معشوق هو الابن الثالث للشيخ عز الدين الخزنوي، ولد في قرية تل معروف التابعة لمدينة القامشلي عام 1958 نافعة. فأنا أنهيت دراساتي في ضمن المراحل الإعدادية والثانوية في سوريا، والمرحلة الجامعية أنهيتها في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 84 ميلادية. ثم بعد ذلك أنا انشغلت في مجال الدعوة والتدريس والتعليم، وكنت أنا طبعا متزوج مبكر يعني، وأنا رب أسرة، وأبنائي ربما يصغرون عني ربما بفارق سن قليل جدا. أكمل الشيخ معشوق دراساته العليا في الشريعة الإسلامية، ونال درجة الدكتوراه عن أطروحته التقليد وأثره في الفتن المذهبية. لأنني شعرت من خلال على الأقل تجربتي في منطقتي، سواء كانت يعني في سوريا أو كعمقي الكردستاني، شعرت أن المؤسسة الدينية دائما تحاول أن ترسخ مفهوم التقليد ومفهوم تبعية الناس للمرجعية الدينية، وبالتالي المرجعية الدينية تتصرف وفق مصالحها غالبا. أقلق معشوق بفكره هذا المؤسسة الدينية في سوريا، والتي كان النظام قد أحكم قبضته عليها، وأصبحت جزءا من أدوات سيطرة النظام على الشعب السوري من خلال ترسيخ عقلية التبعية لمشايخ السلطان. النقطة الفاصلة في حياة الشيخ كانت الانتفاضة الكردية عام 2004، حيث اعتبر أن الموعد حان ليصعد من خطابه وينتقل إلى الخطاب الثوري المباشر العلني للشعب الكردي بضرورة الثورة على النظام. وكانت أبرز خطبه وأكثرها تحديا للنظام في 8 نيسان 2005 يوم الذكرى السنوية الأولى لمقتل فرهاد محمد، أحد ضحايا الانتفاضة الكردية الذي قتلته أجهزة النظام الأمنية تحت التعذيب. إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد،
إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. في 4 من أيار ألقى الشيخ خطبته الأخيرة، والتي طالب فيها النظام بعدم حرمان الأكراد من حقهم في الجنسية السورية، جنسية بلادهم، والسماح لأطفالهم بالدراسة بلغتهم الأم، اللغة الكردية. بعد الخطبة الأخيرة ب6 أيام اختطف الشيخ الخزنوي من قبل مجهولين في مقر إقامته في دمشق ضمن مركز الدراسات الإسلامية عند ساحة الميسات بجانب وزارة الأوقاف، والذي كان فيه الخزنوي حاضرا ونائبا لرئيس المركز. بعد اختفاء الشيخ خرجت مظاهرات في مدينتي القامشلي ودمشق، واتهم المتظاهرون أجهزة النظام الأمنية باختطافه وطالبوا بالإفراج عنه. كما أدانت منظمات حقوقية عالمية وأحزاب سياسية كردية وعربية الاختفاء القسري للشيخ، وطالبت بالإفراج الفوري عنه. لم يعترف النظام بمسؤوليته عن الخطف، واعتقل عددا من المتظاهرين وطارد أنصار معشوق في 30 من أيار من دوار المحافظة في دمشق إلى ساحة باب توما، حيث فرق المظاهرة بالقوة. في الأول من حزيران 2005 يعلن مصدر مسؤول في وزارة داخلية النظام أن قوى الأمن ألقت القبض على عصابة مؤلفة من 5 أشخاص قاموا باختطاف الشيخ معشوق الخزنوي من مدينة دمشق بعد تخديره، ونقلوه إلى حلب ثم قتلوه ودفنوا جثته في مدينة دير الزور. لم تقنع الرواية الرسمية الحاضنة الشعبية للشيخ، خاصة أن أحد الضباط قدم نفسه على أنه ضابط في القصر الجمهوري يوم مظاهرة دمشق، وتحدث إلى الشيخين مراد ومرشد نجلي الشيخ معشوق، وقال إن الشيخ بخير وسوف تسمعون أخبارا طيبة عنه، اذهبوا إلى بيوتكم ولا تتجمعوا. لتأتي شهادة أحد الأطباء أنه شاهد الشيخ معشوق في مشفى تشرين العسكري، وقد أدخل المشفى بإضبارة معتقل وهو في حالة صحية جسدية سيئة نتيجة تعرضه للتعذيب، وغادر المشفى رغم حالته السيئة وهو على قيد الحياة. لم يكتفي النظام باختطاف معشوق وتصفيته، بل أراد أن يخلق فتنة عرقية ومناطقية في دير الزور والقامشلي بعد عام من الانتفاضة الكردية التي استعمل فيها النظام بعض العشائر في دير الزور لقمع الانتفاضة. استدعى الأمن الجنائي في دير الزور مراد ومرشد نجلي الشيخ في 31 من أيار ليتم نقلهما صباح اليوم التالي إلى دير الزور، حيث وجدا جثمان والدهما بقرب أحد القبور، وتم إبلاغهما أن الجثمان كان داخل القبر دون أن يكون متسخا أو عليه علامات تشير إلى أنه كان داخل القبر، على عكس الرواية الرسمية للنظام. خرجت مدينة القامشلي لاستقبال جثمان الشيخ معشوق بمئات الألوف من أبنائها الغاضبين لاغتياله، لتكون أكثر تظاهرة في تاريخ المدينة، وتم دفن الجثمان في مقبرة قدور بيك، والتي سيطر عليها بعد سنوات تنظيم داعش الذي دمر قبر الشيخ وباقي قبور الخزنوية. لم تتوقف مسرحية النظام عند تصريح وزارة الداخلية، بل عرض على تلفزيونه الرسمي ما أسماه اعترافات المجموعة التي خطفت الشيخ وقتلت، وتم استدعاء نجليه إلى دمشق وطلب منهما الادعاء ضد أفراد المجموعة، لكن نجله الشيخ مرشد طالب برفع القضية ضد ماهر الأسد، وقال إنه يمتلك أدلة تدينه، وهو ما رفضه قاضي التحقيق، وأبلغه أنه يستطيع الادعاء ضد الثلاثة الذين ظهروا على التلفزيون فقط، وهو ما رفضه نجل الشيخ. بعد عامين على اغتياله نظمت مجموعة من الأحزاب الكردية مظاهرة في القامشلي إحياء لذكراه السنوية، وفضتها القوات الأمنية بالعنف، واعتقلت العشرات من المتظاهرين بينهم 10 أطفال. غير الشيخ معشوق الخزنوي قواعد اللعبة التي كان يمارسها النظام بجعل المؤسسة الدينية أحد أذرعه التي يعتمد عليها في السيطرة على الشعب، فجمع معشوق بخطابه الثوري الملهم قلوب الناس وعقولهم حوله، فشكل أحد أكبر الأخطار التي يخشى منها النظام، ودفع حياته ثمنا للرسالة التي طالما آمن بها، وهي أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لي أسير ولا أعمل في السياسة، لكن أنا خطيب منبر، إمام مسجد، اختارني الله أن أكون بين الأكراد. يعني لو أنا كنت في جنوب أفريقيا لقلت لك أنا لا أعرف شيئا عن الأكراد ولا تذكر لي اسم الأكراد، وإنما عندنا مشكلة هي مشكلة الإيدز،
نحن مشغولون بها في جنوب أفريقيا، ولو كنت في وسط أفريقيا لتحدثت عن المجاعة، لكن ما دام أنا في كردستان واجبي الإسلامي يحكم علي أن أكون مهتما ببعض هذه الأمور. من هذا الجانب وليس من الجانب السياسي أنا أقول إن واقع الأكراد هو واقع مأساوي جدا. إنهم يعانون من تدريب شخصيتهم الثقافية، ولعلها تكون مستقبلا لتدريب شخصيتهم الدينية، لأنه الله سبحانه وتعالى اختار الناس شعوبا وقبائل وأعرافا، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة في العقيدة والسلوك واللون واللغة. هكذا خلقنا الله. لكن حين يأتي أناس ليمارسوا عليك القهر والظلم ليغيروا من شخصيتك ويفتحوا دماغك ليلعبوا بالكمبيوتر الذي هو في داخلك ويقول هات، وكأنه عبارة عن ديسك، أخرج هذا الديسك ويدخل ديسك جديد. هكذا كأن الناس يعبث بهم. منذ بداية المد الشيوعي في المنطقة تنامى في بلادنا ببركات جمال عبد الناصر الوعي القومي، وتأثر السوريون والعراقيون ودول أخرى بمثل هذا، وكان رائد هذه الفكرة رجل مسيحي اسمه ميشيل عقل. هذا الرجل سطر من بين ما سطر في بنود مهمته أن الوحدة العربية، طبعا المسيحيون راهنوا على الوحدة العربية القومية لأنهم دينيا أقلية. إذا صنف الناس مسلمين وغير مسلمين فلن يكون لهم شأن، فأرادوا أن يكون التصنيف قوميا، وحينئذ نحن عرب. شيخ الأزهر أو حاشا رجل مسيحي في الخمارة، الاثنين عرب من ابناء أبي فلان، فاستوى المكيال. قال ميشيل عقل إن الوحدة العربية لن تكمل إلا بالقضاء على الأمازيغ في الغرب في الجزائر والمغرب، ولأنهم شوكة في أعين الوحدة العربية، إلا بالقضاء على الأمازيغ في الغرب والقضاء على الأكراد في الشرق. طبعا أنا حكما أنا أعلم أن مشكلة الأمازيغ هي مشكلة كبيرة ولا أدري إلى أين وصلت، لأنه أنا لم أكن أمازيغيا مختار الله ولا أكون هناك، لكن أتحدث عن القضية الكردية. ثمة مشكلة كبيرة تطبيقا لهذا المبدأ. نحن في سوريا جاء رجال ميشيل عقل وقالوا يوما ما قد يدعي هؤلاء الأكراد أنهم جزء من كردستان. يعني كردستان هي عبارة عن منطقة بعد اتفاقيات سايكس بيكو وغيرها قسمت، جزء بقي في سوريا وجزء في العراق وجزء في تركيا وجزء في إيران وربما جزء في روسيا وغير ذلك. فقالوا ربما يأتي زمن فيدعي هؤلاء، لأنهم يعلمون أن يعني هذا الواقع لن يستمر، لأن البقاء للشعوب والأنظمة ماضية، فقد يأتي يوم ويدعي هؤلاء أنهم جزء منها. قالوا إذا لنعمل حزاما أمنيا سموه الحزام الأمني العربي. أخذوا خط الحدود التركي السوري جنوبا 10 كيلومتر وقالوا نفرغ هذه المنطقة على طول الحدود من الأكراد. كيف نفرغ المنطقة من الأكراد؟ قالوا نسحب منه جنسيته. سحبوا الجنسية، بعد الجنسية أصدروا أمر أرسلوا القاضي العقاري إلى المنطقة، فكان القاضي العقاري يأتي إلى المنطقة ويقول الرجل عندك طابو سنة تمليك لهذا الأرض؟ يقول نعم هذا سنة تمليك. طيب يا أخي، يقول هذه الهوية حتى أسجله باسمك نحن نحسن أراضي. فيقول أنا مع الأسف لا أملك هوية لأنه في السنة الماضية سحبوا مني الهوية. فيقول له القاضي العقاري مدة 3 أشهر إما أن تثبت جنسيتك وإما الأرض أملاك دولة. طبعا هو غير قادر على أن يؤمن الجنسية، لا ب3 أشهر والآن أصبح هناك 42 سنة والجنسية ما جاءت. فما استطاع يثبت، فنزعوا أيديهم عن هذا 10 كيلومتر، نسميها خط 10 الآن، اسم المصطلح الجديد
اسمه خط العشرة كيلومتر. ثم جاءوا بعشائر عربية من مناطق أخرى، جاءوا بهم وأسكنوهم هنا. طبعا الأكراد ظلموا لأنه أخرجت أراضيهم، وطبعا العرب أيضا ظلموا لأن العربي اقتطع من جذوره، اقتطع من أرضه، من بيته، من أهله، من عشيرته، وجاءوا به إلى بيئة غريبة عليه يعني. والناس دائما ينظرون إليه بعين الكراهية والعداوة، لأن القرية هنا هذه قرية كردية، لكن المزارع ليست لهم، المزارع للعرب. فيأتي هذا الرجل العربي يفلح أرض الكردي بجانب داره. يعني كيف هذا لا يحمل بندقيته ويرميه؟ فحتى هذا الرجل العربي مظلوم نفسيا، هو مسكين يشعر أنهم ظلموه يوم جاءوا به وأعطوه أرض الآخرين. هذه مشكلة يعني تقض مضاجع المنطقة، عدم وجود الجنسية لهؤلاء بعد 40 سنة، أراضيهم ما أعيدت إليهم. مشكلة الأطفال يترعرعون في أسرهم إلى 6 سنوات وهو لا يعرف كلمة عربية، هو يتعلم بلغة أمه وأبيه بالكردية. بعد أن يصل إلى سن السادس أو السابع يذهب إلى المدرسة. طبعا ممنوع التكلم باللغة الكردية لا في المدرسة ولا في الدوار ولا غير ذلك. فهذا الطفل الذي لا يعرف كلمة عربية يذهب إلى مدرسة عربية، تصور. وممنوع التكلم أيضا حتى هذا الأستاذ ممنوع أن يقول له قوم يعني يا ابني كطفل صغير، يعني الرابة. بمجرد ما ترجم الرابة إذن هو يروج للثقافة الكردية. فمشاكل كثيرة. بالمختصر الواقع هو الحقيقة مر، لكن نحن لا نيأس من رحمة الله. الأكثر مرارة، هذا ربما أمور يعني كل الناس يعرفونها، لكن الشيء الذي أنا أشعر به من خلال المسجد أن هذا الكردي بدأ يشعر أن المسلمين أداروا ظهورهم إليه، تركوه فريسة للمسيحيين ولليهود وللعلمانيين. والأحزاب التي تتحرك الآن لتدافع عن حقه هي أحزاب علمانية. فالكردي الآن يشعر من الذي وقف، من الذي أخذ أراضيه؟ إنها الدولة الإسلامية. هكذا يقولون الدولة الإسلامية. من الذي غير اسمه؟ إنه الدولة الإسلامية. من الذي سحب هويته؟ الدولة الإسلامية. من الذي يقف معه يساعده يدافع عنه؟ أحزاب علمانية شيوعية. فيقول الكل إذا ما شأني أنا بالإسلام؟ ما شأني أنا بالإسلام؟ وكأنه هذا البعثي هو ممثل الإسلام. يعني منذ 2 كان هناك مؤتمر للشباب العالمي في الرياض، أنا شاركت فيه، فقلت لهم أنا أريد أن تأخذوا كردستان العراق نموذج، وأنتم ربما كثير منكم عراقيين تعرفون في كردستان العراق هناك أكثر من جمعية صليبية. يعني هذا الكلام كان منذ 4-5 سنوات، يعني أيام سلطان أحد سلطان. هناك أكثر من 50 جمعية صليبية خيرية تخدم الأكراد، تبني بيوتهم، تحفر لهم الآبار، تبني لهم المشافي. هناك أكثر من مثل هذه الجمعيات تقدم لهم المعونة والطعام والشراب والغذاء والكساء والدواء. هناك كذا فضائية وتلفزيون يتحدثون عن معاناتهم ويتكلمون بلغتهم ويتقربون إليهم من أجل إيصال رسالتهم، في النهاية رسالتهم التبشيرية. قلت لهم بعد كل هذه المعاناة واستعمال الأسلحة الكيماوية والأنفال وكل هذه المآسي، هل تذكرتم أنتم كجمعيات إسلامية مؤتمرات إسلامية، هل تذكرتم أن تقفوا مع هؤلاء؟ هل عندكم جمعيات تعمل في كردستان العراق؟ نعم، أنا أعلم أن هناك جمعيات إسلامية تعمل في كردستان، لكنها تبني لهم المساجد. المسلمون في كردستان العراق ليسوا بحاجة إلى مساجد يا أخي. يمكن للكردي أن يصلي في أرضه وجعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا. هذا الكردي يشعر أن طفله الذي أصيب بالكيماوي بحاجة إلى عناية مشددة، بحاجة إلى مشفى. تأتي جمعية إسلامية فتبني مسجد ويختلفون على قضايا لا تسمن. بالنسبة للكردي لا تسمن ولا تغني من جوع. الكردي نزل من الجبل وهو رجل أمي لا يعرف شيئا عن الإسلام،
نزل فسمع صوت الأذان، قال ما هذا؟ قال يؤذن. قال وما هو الأذان؟ قال ينادي إلى الصلاة. وما هو الصلاة؟ قال يا أخي الصلاة من عماد الدين، من الأركان الخمس التي جاء بها الإسلام، جاء بها رسول الله. وما الإسلام؟ من محمد؟ الكردي صحيح هو أمي ولا يعرف شيء عن الدين، لكن هو بفطرته الجبلية ذكي. فقال لهذا الذي يعني يستجيبه، هذا الآذان هو يضر بالغنم الأحمر؟ هو صاحب غنم ويعلمه بالأحمر، هذا الأذان يضر بالغنم الأحمر؟ قال لا. قال إذا لا شأن لي به. لقد أوصلنا اليوم الكردي المثقف إلى مرحلة الكردي البدوي الذي نزل من الجبل، لدرجة يقول للجمعية الخيرية الإسلامية: هل أنت تبني لي مشفى؟ يقول لا. هل أنت تقدم الدواء؟ يقول لا. هل تقدم طعاما وحليبا للأطفال؟ يقول لا. إذا لماذا جئت؟ يقول سنبني لكم مسجدا. يقول لا حاجة لي إلى المسجد. نحن أوصلنا إلى هذه المرحلة. قلت لهم: هل فكرتم أن تصدروا جريدة باللغة الكردية تخاطب هذا الكردي فتحصنوه عقديا وفقهيا؟ هل هناك تلفزيونات ربع ساعة؟ هناك 50 فضائية عربية إسلامية. هل فكرتم أن تفرزوا لهذا الكردي ويلال منه ويلال منه هوار شيخ من ويلال منه ويلال منه سدواخ ومان حيفا شيخات خنقاندني هاور شيخ من حيفا شيخات خنقاندني سدواخ ومان از شم قامش لول بالاچ یایی هاور شيخ من والشم آوائي البالاش ياي سدواخ ومان ديوانا شيخ مجبوشي فالاي هاور شيخ من وديوانا شيخ مجبوشي فالاي سدواخ ومان جابي شاقردال ركبات ماي هاور شيخ من جابي مكردال ركبات ماي سدواخ ومان خودي خراكي مالا دجمنا هاور شيخ من جواد السوال شيخ مقرياي سدواخ ومان ويلال منه ويلال منه هاور شيخ من ويلال منه ويلال منه سدواخ ومان مدد شيخ من مدد
مدد خزنوي مدد مدد شيخي من مدد مدد خزنوي مدد عوجب بيات فيروز مدد شيخي من مدد لما نكير يا نوروز مدد شيخي من مدد عوجب بيات فيروز مدد شيخي من مدد لما نكير يا نوروز مدد شيخي من مدد عوجب بيات فيروز لما نكير يا نوروز مدد شيخي من مدد مدد أسقربان مدد مدد لقام شلو طوفاني مدد شيخي من مدد المهابادي قرياني مدد شيخي من مدد لقام شلو طوفاني مدد شيخي من مدد المهابادي قرياني مدد شيخي من مدد لهوليري فرماني مدد شيخي من مدد تبويا باران لآمد مدد شيخي من مدد عوجب بيات فيروز لما نكير يا نوروز عوجب بيات فيروز لما نكير يا نوروز مدد شيخي من مدد مدد أسقربان مدد 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 شيخي شهيدان مدد شيخي من مدد مشوقك شخورتان مدد شيخي من مدد مدد شيخي شهيدان مدد شيخي من مدد معشوقك شخورتان مدد شيخي من مدد كل شعبي كردستان مدد شيخي من مدد تهربيجي وكيان مدد شيخي من مدد تهربيجي وكيان مدد شيخي من مدد عوجب بيات فيروز لما نكير يا نوروز مدد شيخي من مدد مدد أسقربان مدد 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 شيخي عشيقان مدد شيخي من مدد سرود أقول وديلان مدد شيخي من مدد مدد شيخي عشيقان مدد شيخي من مدد سرود أقول وديلان مدد شيخي من مدد شاقر دقازي وفيران مدد شيخي من مدد بوما جوبار وكمند مدد شيخي من مدد عوجب بيات فيروز لما نكير يا نوروز عوجب بيات فيروز لما نكير يا نوروز مدد شيخي من مدد مدد أسقربان مدد مدد لقد فتح الشيخ محمد معشوق الخزنوي عينيه على الحياة لأول مرة في قرية تل معروف جنوب شرق قامشلو في أواخر كانون الأول سنة 58 و900 وألف. ولله در أبيه أسماه معشوقا عربونا لعشقه لهذا الوليد. بدأت علاقة الشيخ معشوق بالدراسة حيث جلس على مقاعد المدرسة الابتدائية في مسقط رأسه تل معروف، حيث نال الابتدائية كي يبدأ رحلته التعليمية على صعيدين في آن واحد، هما الدراسة في معهد الخزنوي للعلوم الشرعية
ومن ثم متابعة تحصيله الدراسي النظامي، إذ تقدم لخوض امتحانات الشهادة الإعدادية عام 74 ونال الثانوية سنة 77، ثم التحق بالدراسة في معهد إسعاف طلاب العلوم الشرعية في دمشق، والذي كان يسمى آنذاك بمعهد الأمينية، إذ قبل مباشرة في السنة الأخيرة ونال شهادة هذا المعهد سنة 78 وبامتياز. وهذا ما حدا بإدارة المعهد لترشيحه لاستكمال دراسته في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث نال درجة الليسانس في الشريعة عام 84، ليعمل بعدها في مجال الدعوة مدرسا وخطيبا في المساجد والمعاهد الشرعية في أكثر من منطقة في سوريا، وهو ما كان يشغله عن متابعة دراسته العليا إلى وقت متأخر، لا سيما وأنه كان قد تزوج في سن مبكرة من حياته، وتحديدا في عام 73، حيث نال درجة الماجستير في العام الأول بعد 2000 من كلية الإمام الأوزاعي في لبنان عن أطروحته الأمن المعيشي في الإسلام. كذلك درجة الدكتوراه من جامعة كراتشي في باكستان عن أطروحته التقليد وأثره في الفتن المذهبية. مضنية كانت رحلة الشيخ الشهيد، متعبة كانت، لكنه لم يكل ولم يتعب. لقد عمل أثناء تحصيله الدراسي مدرسا في معهد المعروف حتى سنة 89 كي يبرح المعروف دون أن يعود إليها بعد خلاف، لا سيما وأن بواكير رؤاه صارت متضحة الملامح. وقع اختيار الشيخ على مدينة إدلب كي تكون أولى محطات هجرته لأسباب كانت واضحة في رأيه، وهي حيادية هذه المدينة وابتعاد من فيها عن أي سطوة قد تنعكس سلبا عليه، وهذا ما وفر له جوا ارتاح إليه كثيرا، حيث مارس قناعاته بكل حرية بعيدا عن الصور التي هرب منها، وإن كان سيواجه صور من نوع آخر، لسيما أثناء ممارسة نشاطه خطيبا في جامع أبي ذر الغفاري ومدرسا في الثانوية الشرعية، ناهيك عن الدروس التي دأب عليها طلبة العلم في مساجد المدينة، تاركا بصماته في هذه المدينة، لسيما من خلال دعوته إلى هدم كل جدار وهمي لا يعرفه الإسلام، حيث أنه أول من افتتح معهدا لتعليم القرآن الكريم للبنات، وهو دليل على سعة أفقه ووفائه لرؤاه ومحاولته ترجمتها مهما كانت ضريبة ذلك غالية. العلاقة بين قامشلو والشيخ متميزة، إنها تشبه علاقة الطائر بعشه، إنها تشبه علاقة الليث بعرينه، الحبيب بحبيبه. ها هو ذا يعود إلى هذه المدينة بعد رحلة الغربة المريرة، بعد رحيل والده الشيخ عز الدين رحمه الله، يستظل في أفيائها الوارفة، يدفعه إلى أحيائها وشوارعها ووجوه أناسها شوق جد غريب، كي يعمل خطيبا دون أجر، وتكون انطلاقته الأولى في جامع صلاح الدين، ثم لينقل إلى الجامع الكبير، ثم لينقل إلى جامع قاسم، يلقي خطبة أينما حل. لكن نوعا آخر من الضغوطات بات يتعرض لها وبأشكال مؤلمة، فها هو لا يكل عن حمل لواء رأيه متنقلا من منبر إلى منبر، لكنه يمنع من قبل السلطات على نحو نهائي في محطة جامع قاسم، ولا يسمح له بالعودة إلا بعد سنوات كي يستأنف الرحلة في جامع سلمان الفارسي لتزداد قبضة التضييق عليه. من ثم قام بإنشاء مجمع البر الإسلامي في حي حلكو الفقير، هذا المجمع الذي سيتغير اسمه فيما بعد إلى مجمع الشهيد معشوق الخزنوي الإسلامي بعد استشهاده، وهو مجمع خطط الشهيد الراحل ليكون مسجدا ومدرسة ومستوصفا وروضة ومعهدا لتعليم اللغات والحاسوب، وفق الله القائمين عليه لتمامه. منذ بداية وعيه حاول الشيخ الشهيد أن يخط لنفسه مسارا مختلفا،
ليس ولعا في الاختلاف، بل منطلقا من رؤية خاصة به. هذه الرؤية التي استخلصها من خلال رحلة في بطون الكتب وتشكيل قناعات خاصة به تبلورت يوما بعد يوم. لقد كان الشيخ الشهيد ظاهرة استثنائية بين رجال الدين السوريين. فالشيخ الشهيد يرى أن الكرامة الإنسانية ثابتة لكل بني آدم بتكريم الله له، بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو النسب أو اللون أو التابعية. ومن هنا وجب التعارف والتعاون والتكافل بين جميع الجماعات البشرية، تعاونا يقوم على الحق والعدل والمساواة، لأن حقوق الإنسان مكفولة لكل فرد ولكل جماعة كما أقرتها الشريعة الإسلامية واللوائح الدولية لحقوق الإنسان. ومن هذا البعد الإنساني يجد الشيخ الشهيد نفسه في خندق الدفاع عن قيم الديمقراطية والعلمانية وفصل الدين عن الدولة وحقوق الإنسان وتمكين المرأة وإدانة العنف والإرهاب، ويعتبر أنه من الضروري تحطيم سلطة رجال الدين وإحياء الاجتهاد الإسلامي وفتح أبواب الإصلاح والتطوير وفق قاعدة احترام التعدد وحرية الاختيار من الفقه الإسلامي ونبذ التقليد الأعمى والتعصب والإقصاء والإلغاء والتكفير. وهو يرى أن رجال الدين في معظمهم يشكلون استنساخا فكريا لابد من مواجهته بدعم حرية الفكر والإبداع ونبذ ممارسة الإرهاب الفكري، سواء من قبل المراجع الدينية أو اللوبي الشعبي وما يسمى بالعامة الذين يتحكمون من خلال الجاه أو المال في كثير من القرارات والفتاوى الشرعية. ويطالب بإحياء مقاصد الإسلام الكبرى ومنحها دورا حقيقيا في التشريع كالتوحيد والعدل والخير والحب والجمال والعفاف والطهارة والحرية والمساواة والشورى وحسن الخلق. ويرفض الشيخ الخزنوي الإسلام السياسي، ويرى أن الإسلام يمتلك منظومة أخلاقية من العدل والمساواة والشورى وإصلاح شؤون الناس، ولكن هذا لا يعني أن نصل إلى حد الادعاء أن لنا في الإسلام نظاما سياسيا متكاملا تجسد في سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه في قيادة مجتمعاتهم كما يحلو لبعض الإسلاميين أن يدعيه. ويضيف أن الإسلام السياسي يناقض نفسه حين يدعو إلى فكرة الحاكمية لله، ويقتبس من الحديث الشريف قول النبي لأحد قادته: فإنهم أنزلوك على حكم الله فلا ترضى، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك. ليس من حرج في الدعوة للعلمانية. ويستنتج الشيخ الشهيد أن المسلمين ليس عليهم فقط ألا يتحرجوا من العيش مع أي نظام علماني ديمقراطي يؤمن بفصل الدين عن الدولة، بل عليهم أن يدعوا هم إليه، لأن الإسلام دين الله، وهو أسمى من أن يكون مطية لطاغية أو شماعة لجرائمه كما حصل خلال التاريخ. وإننا اليوم بحاجة ماسة إلى أن نضع الحكام أمام مسؤوليتهم وننأى بالدين عن تصرفاتهم لتتمكن الشعوب من محاسبتهم ومحاكمتهم. فقد ولى عهد الأباطرة الذين كانوا يخدعون شعوبهم بأنهم يحكمون باسم الله. ويدافع الخزنوي عن الأفكار الليبرالية في الرأي والرأي الآخر والتعددية وحق الاختلاف وحرية الرأي وحرية الكلمة وحق التعبير وإعذار المخالف، التي يعتبرها البعض مصطلحات غريبة وغربية، ولكنه يؤكد أن المنجز الديمقراطي اليوم مؤسس عبر تاريخ الثقافة الإسلامية، بل إن كثيرا من مصطلحاته ورموزه كانت محل استعمال في الأداء العربي اللغوي. ويضيف أن الرؤية الإسلامية للديمقراطية تعرضت للاغتيال على يد الفقهاء والسلاطين، وانتقل الموقف السياسي من الاجتهاد إلى مزيد من القمع والقهر، ورسمت الأحكام القاسية الرهيبة تحت اسم مكافحة الزندقة، وتضمنت هذه الأحكام السجن والصلب والسحل والقتل. ويتبنى الخزنوي موقفا متقدما من مسألة تمكين المرأة،
وهو يلوم المفكرين وعلماء الدين بالتراجع عن فكرة حركة النهضة والتنوير التي تبناها العلماء المتنورون في القرن الماضي. أما هو فيرى في المرأة شقيقة الرجل، بمعنى أنها تتمتع بكل المزايا والصلاحيات، لا فارق بينها وبين الرجال إلا ما جاء نص صحيح ثابت من الكتاب والسنة قطعي الدلالة بخلاف ذلك، أي بتمييز أحد الجنسين على الآخر لعلل محددة تتغير فيتغير الحكم بتغيرها، وذلك فقط في حدود ما أمر به النص الشرعي من غير أقيسة فاسدة أو خيالات مريضة شاطحة أو إسقاطات نفسية متشنجة. ويدين الشيخ الشهيد مطلقا فكرة الإرهاب المتمثلة في التعدي على الحياة الإنسانية بصورة باغية متجاوزة أحكام الله، تروع الآمنين وتعتدي على المدنيين المسالمين، تجهز على الجرحى وتقتل الأسرى. ونشجب هذه الممارسات ونرى أن وسائل مقاومة الظلم وإقرار العدل لابد من أن تكون مشروعة، فالخطأ لا يعالج بالخطأ، وندعو الأمة للأخذ بأسباب القوة لبناء الذات والمحافظة على الحقوق، ونعي أن التطرف تسبب عبر التاريخ في تدمير بنى شامخة في مدنيات وحضارات كبرى. إن الإسلام معدن ثمين كما عبر عنه الشيخ الشهيد، ولكن ما حدث هو أنه عبر رحلة 14 قرنا تراكمت عليه الكثير من الأدران والدنايا التي تعيش عليها طفيليات كثيرة، وإذا ما أردت أن تزيل هذه الطفيليات عن المعدن الثمين هبت في وجهك لئلا يعود الإسلام إلى المسار الصحيح. لقد كان الشيخ مشروعا إسلاميا كرديا للعالم. لقد قال إن البعض قدموا الإسلام مشوها عن طريق السيارات المفخخة، والبعض الآخر عن طريق الميوعة والأفكار التكفيرية، والرهان علينا اليوم نحن الكرد أن نقدم للعالم إسلاما معتدلا بدون ميوعة ولا سيارات مفخخة ولا أفكار تكفيرية. ولأجل ذلك كان يقول ما من أمة إلا وأدخلت الإسلام عبر فلترها الخاص، ولذلك يجب أن يكون هناك إسلام خاص بالكرد يصون ويحافظ على تقاليدهم بما لا يتعارض وجوهر الدين الإسلامي الحنيف. القضية الكردية. لقد نظر الشيخ الشهيد محمد معشوق إلى القضية الكردية فآلمه واقع إنسانه الكردي الذي طالما خضع على أيدي إخوته المسلمين، وتنطع للوقوف في الخط الأول مدافعا عن هذه القضية انطلاقا من ضخامة حجم الظلم الذي لحق بهذا الإنسان، دون أن يدفعه هذه النصرة لإخوانه وبني قومه الكرد إلى اتخاذ موقف عنصري، لأنه كان يرى أن يكون مسلما حقيقيا يعني أن يكون مدافعا عن قضية هذا الشعب. تشنا خليفة من درباس من أتخاذ شوار بيشة يكشي دقورزيكا ولورين دا شاريبو أزو فوكسك يلقى يهبون إيشير زنام دا يعني غريب وجامير نشوه بس بلكي ركاب المهان بنبيني تبقراها شعب المكير ولو أم برماجيد بي هبطي مع سكني فقيرو يا ابو عبد الجهين مسلمان يا ابو الله فقيرو شاشكو عبد هاتي ولو شعوري ولو دار اسكرن يعني يا دوا از مشي ملقاي يركبون يعني شيل بنجي صاليبو سرير تازيبو بإشارة بدشتكو دبيقو سروكاوي سرير كتبي ودبيقو فقير جيقو إيرو عيدها ما أجي وكما خلق عزيه وكتبي أشوف شبابيكو تكتبي يعني شعب المكير وقتها قو أزدبار يشور تسيخو عبيت الجلك إنسان شنو هذا أبو مرشمود شادبو تشتيقو بتسكت عبيت السرسريخو
أزبرت حقيقة ولو إيشام وقتك وزهات منها بريدة بيركك ديسة شعب مكر مش خورتارة قوت قركة قوفاصو فيك جهاتية يعني دمك شقا أم الله وشيخ وصوفي شقا أم خدي سوجن شقا سوجن مقرانا قو على قامة بملاتي مرة قوة غريب يعني مختلف أسباب الحلام التي قد سكنن غريب ناس كلن أو زلام دميني شاش أو شيخ ريال بركتيا أفقيرات في نقاق وسنوية طازي أجر الحلاوة سكني بانا برينها زاني بصاحبونا ويصاحبونا منا مرنا ويمرنا منا وبري سهصالي اسم الله ويسنوية بانا ولكن فقير فين كرقو شيخ ملا ناني خد في داخل كده صاحبونا ويشيرا يا وقتيز بمر من المنابر سي يابو تسمع لا تجي شيخ شرا او يظن كرقو تسمع لا شيخة وقتيقو الشيخ المنابر سي تسمع لا يبرشينا ورغم هذا كان يأبى العمل السياسي المنظم مختصرا دوره في نزع الألغام الإسلامية التي كانت تزرع في وجوه الكرد والمطالبة بحقوقهم في كافة الميادين، مؤكدا أن لا بديل عن الحركة السياسية الكردية فلكل دوره في خدمة القضية الكردية. سئل الشيخ الشهيد ذات مرة: أنك تقترب من حزب ما؟ فقال: إن تحرير الشعوب يبدأ بالعمل، وأنا أعمل، ومن يعمل أيا كان سيجدني بجانبه وفي الميدان. وقال مرة: أنا متطرف في حب قضيتي، وكل من يعمل بهذا النفس سيجدني إلى جانبه. أجل، لم يكن عضوا في حزب كردي، لكنه كان يحفز كل كردي أن يعمل قارعا كل النوم للاستيقاظ من سباتهم العميق. حقا لم يقصر الشيخ في الذود عن الإنسان الكردي من خلال منبر جامعه في البداية، ومن خلال منابر أوسع عندما سنحت له الظروف، فرأى نفسه أنه أقرب إلى أكراد حلبشة من مسلمي البوسنة والهرسك، لذلك فإن استغاثته من أجلهم هي أولى، وهو ما فعله في كل مؤتمر حضر. لقد حضر مؤتمر الشباب العالمي في الرياض وتحدث عن الكرد ومجزرة حلبشة، فسمي أحد شوارع الرياض باسم حلبشة، قائلا آنذاك: إن أحفاد صلاح الدين لا يستحقون كل هذا من المسلمين، وتحدث مطولا. عندها نهض ممثل البرابرة في الصحراء المغربية قائلا: مشكلة شعبي مثل مشكلة الشيخ. فمد الشيخ الشهيد يده إليه مصافحا ومعانقا بحضور السيد عبد الرحمن سوار الذهب رئيس السودان الأسبق، والفلسطيني خالد مشعل، ومفتي لبنان، والدكتور عبد المجيد الزنداني. الثقافة والتراث الكردي. لقد أولع الشيخ الشهيد بالثقافة والتراث الكرديين. صحيح أنه وبسبب ظروفه لم يكن متفرغا للاشتغال عليها كما ينبغي، لكن تلك الروح الشفافة لديه كانت تتوقه إلى حب الجمال، فكان خير متذوق له. لقد أحب الرقصات الكردية الشعبية، ولعل مثل هذا الحب خصيصة امتازت بها أسرته الخزنوية كما قد لا يعرفها الكثيرون. لقد شغف الشيخ نفسه بالرقص، ووجده المقربون منه أكثر من مرة وهو ينخرط في حلبة الرقص الكردية، يرقص الشيخاني، بل ويغني أغنية مؤثرة بالنسبة إليه كان ألفها ولحنها بنفسه، بل وتناول مطلع أغنية كردية معروفة وبدأ يضيف إليها أبياتا راح ينشدها على طريقته مراعيا ألحان الأغنية، وللأسف لم يتم تسجيلها بصوته. شهيد نمرين دلي مدى لازم خوينا ومبهذا قردي، لازم خوينا ومبهذا قردي،
جبو حقي جياني قربانتكن جبو حقي جياني قربانتكن حتى كاس مظلوم ناميني جبو كاس بين داستنا ميني أقر كتيا دل من خونك فيجا في من أقر كتيا دل من خونك فيجا في من ومزور جاف دور خستن بهفراد استخا هلدن ومزور جاف بار شكرن بهفراد انقخا هلدن. ولقد كان عرس ولده بدر الدين علامة فارقة في تاريخ منطقة الجزيرة، دعا إليه كافة ممثلي الطيف السياسي، وفي فترة حرجة من تاريخ هذه المنطقة حيث جاءت بعد انتفاضة قامشلو كسر الطوق المضروب حول الكرد آنذاك، ودعا الفرق الكردية لإحياء تراثها على مسامع ومرأى الجميع. حلم الشيخ معشوق بإقامة معرض للتراث الكردي بقامشلو، وكان ذلك في رأس أجندة مشاريعه، لكن وللأسف لم يتمكن من تحقيق مثل ذلك الحلم تماما، مثل ذلك الحلم الكبير الذي حدث الكثيرين عنه في تأسيس معهد لتدريس اللغة والثقافة الكردية، معاهدا أن يكون بنفسه أول طلاب هذا المعهد. أظن كلمة جواب كرمانيامي شكسيوي نسيكي تلوه بيهتر شوي عربيامي خوش. واگر شکستنک کرمانجیان دهبه نسوچه ملا اگر مدرسه مهبانا معلمات بازمان ما ایده چند ما کلترا ما مطلقه کرمانجیان بشنها باشتر بانا، ولكن روكيكو مدرسة وشيربن متى بسجلين أزيد كرمانجيا خوزيبك. لم يعرف الشيخ الخوف، وكان على الدوام يقول كلمته في وجه آلة القمع، على الرغم من أن رموزا من السلطة هددوه ما لم يرعوي، إلا أنه واصل أداء رسالته دون أن يتأثر بهذا الوعيد وذاك التهديد. لقد حطم الشيخ الشهيد جدار الخوف، فكان أول من استقبل السفارات الأوروبية في مكتبه لدراسة أحوال الكرد. أزهات مجوالة بيجن أم تمام دست بدست ياك بياك أم خديه بملتنا. وقت سروكت بيجي القومية الكردية جزء من النسيج السوري، معناه حكم أزبو مكوري في ولاطي سعران بو سعران غيري ما، يعني معناه شخوي حبس شيء بين دركتن سندانا، معناه شخو معناه طلابي ما يقو فصل بون الجامعات وفقري فرقو أصبح جزءا من النسيج السوري. أو سياسة هزاري يقول نفوسي وانين شخوي نفوسي وفقري فرقو أصبح جزءا من النسيج السوري. وقت أزوتا شونا وظيفك يا موظفين فرعكي مخابرات بنت نيبسان تقو كردي من أصل تركي نما كاري بنيبسيني. وقت أزوتا وظيفك دبون بجرد قلم عنصرك مخابرات برنامج خطر على امن الدوله نما كاري.
زمانك إيدي بيراوا ديو بابي من نابل المذكرن وقتيكو ونابي خد بشيان دا نفوسي نابي دا تكوهرتن قيماوي ندهت قد ديني كاوا شيار فلان نما كاريرو ديني تو بابو كالي خوا تاريخ خوا چند داوا ونابي كنده خوا نابك داني بو دهات النابي وكنده ودقارتن أفرد كن إيرو تخذ بيدا قوس مكو نابي كنده ما مثلا كركي حجير أبو نما كاري ديني تلتين وقتي زارونا وهابون ليسانس بوارنا ماجستير بوارنا دكتوراه بواريا مكو جيزر هاد فروشن أم نما جيزر هاد فروشن وقتيك وعز جزء من النسيج السوري بم إذا الحكم أبحى قيمتين قونون معناه يشخط حلال متكي وفي 10 من أيار قامت عصابة من الأجهزة الأمنية باختطاف الشيخ الشهيد، وعبر استجوابات كثيرة تعرض لها ليتنازل عن قضيته العادلة، مورس في حقه آنذاك كافة أشكال الترغيب والترهيب. وعندما وقف الشيخ الشهيد كالجبال الراسية في وجه جلاديه لم يكن من بد إلا الترهيب، فتعرض جسد الشيخ الرقيق لعمليات وحشية من التعذيب نقل على إثرها إلى مشفى تشرين العسكرية بدمشق، حيث حاولت تلك الجهات إنقاذ وإصلاح ما يمكن من ممارستها الوحشية بحقه، إلا أن قدر الله قد جاء وعلى إثرها فارق الشيخ الشهيد الحياة. وأيضا قامت العصابة المجرمة من غير أن تأخذها شفقة أو رحمة، بل على العكس تماما أرادت استغلال اغتيال الشيخ الشهيد لخلق فتنة عرقية ومناطقية عبر دفن جثمان الشيخ الشهيد في أرض مدينة دير الزور. وفي الأول من شهر حزيران اختلقت الأجهزة الأمنية رواية مفقودة المصداقية، وقامت بممارسة أولى حلقاتها عبر اصطحاب أنجال الشيخ الشهيد وبأسلوب أمني عصاباتي إلى مدينة دير الزور لتسليمهم الجثمان الطاهر، وثانيا عبر إخراجها مأجورين يعترفون بالجريمة. في صبيحة الأول من حزيران وعند 11:00 تلقت مدينة قامشلو نبأ الفاجعة المزلزلة، وخرجت بشيبها وشبابها ورجالها ونسائها تعلوهم غضبة، متجهين لاستقبال الجثمان الطاهر مرددين الشعارات: قامت الجماهير الكردية بتوديع الشيخ الشهيد، حيث قامت بلفه بالعلم الكردي ليضيف اسمه إلى أسماء الخالدين من علماء الكرد من أمثال القاضي محمد والبرزاني الخالد، وبالصلاة عليه في جامعه بحي حلكو، ثم دفنه في مقبرة قدوربك بجانب إخوته شهداء انتفاضة 12 من آذار. لقد رحل الشيخ الشهيد دفاعا عن مظلومية شعبه، تاركا بصمات واضحة في تاريخ الكرد، شهيدا لها، حيث استجاب الله دعوته التي دعاها على جبل عرفات عندما حج إلى بيت الله الحرام عام 82، حيث قال: اللهم أمتني مظلوما لا ظالما، اللهم أمتني شهيدا. وعندما سأله أحد أصدقائه
كيف تموت شهيدا ولا حرب بين الإسلام وأعدائه؟ فأجابهم الشيخ الشهيد: من مات دون حقه فهو شهيد. لست بحاجة، إذا كان البعض بحاجة إلى أن يحتفل بالموت، فأنا أحد الناس الذين هم ليسوا بحاجة إلى أن يحتفلوا بالموت، إلا إذا تمكنا أن نحول الموت إلى حياة. من الذي نومكم؟ من الذي أفهمكم أن الحياة لا توهب إلا للموتى أمثالي وأمثالكم؟ إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. دماء الشهداء يجب أن تكون قطراتهم سقيا لشتلات حقوقكم. لن نسمح بعد اليوم أن تنسوا شهداءكم، لكن الحقيقة أن من يطلب من أحد أن يشتم أهله ينبغي أن يبصق في وجهه. اسمح لي أن أقول لك ولأمثالك من شهداء هذه الأمة: نحن جميعا، أنا وأنتم وكل أبناء شعبك يا فرهاد، نحن شركاء في دمك، شركاء في هدر دمك، لأننا نمنا حقبة طويلة. كلنا شركاء في دمك، كلنا أسلمناك، كلنا خذلناك أنت ورفاقك. يوم لم نسأل عنكم، يوم لم نسائل جلاديكم، يوم لم نطلب محاكمتهم، من السهل جدا أن يصدر مرسوم يخرج السجناء من السجون، لكنه لا يمكن لكل مراسيم الدنيا أن تعيد حياة فرهاد ونيفا و20 من شهدائنا. فقط مرسومكم أنتم إذا عزمتم على الحياة وحاولتم أن تقفوا على أرض صلبة لتطالبوا بحقوقكم كبشر. أنا أعلم أن نصر الله قريب، ولكن نتمنى جميعا أن لا نموت قبل أن يقف أضعف رجل منا على قبرك ليقول: ها نحن أحيينا شهداءنا وحيينا بهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. في الحلقة السابقة من الذاكرة السورية مع الباحث الإسلامي الدكتور محمد حبش
روى لنا كيف تم إنشاء مجمع أبي النور للتعليم الديني والذي أسسه الشيخ أحمد كفتارو، وكيف كان واقع ذلك المعهد وعلاقته بوزارة الأوقاف، وقص لنا عن تجربته في مجلس الشعب وكيف خاض الانتخابات رغم معارضة بعض رجال الدين في دمشق له. في هذه الحلقة نمضي مع الدكتور حبش للحديث عن رجل الدين السوري الكردي محمد معشوق الخزنوي الذي قتل عام 2005 في ظروف غامضة، وكان أحد الأصدقاء المقربين من ضيفنا. كما نمضي معه للحديث عن جماعة القبيسيات وعلاقتها بالمجتمع الدمشقي والنظام، وعن تفاصيل أخرى ستبقى في الذاكرة السورية. أهلا بك مجددا دكتور. كنت من المهام أيضا التي اشتغلتها مديرا لمركز الدراسات الإسلامية في دمشق في ذلك الوقت، يعني في عام 2005 أذكر أني شخصيا كنت يعني أزورك بالمركز من أجل إجراء لقاء صحفي معك، وفي ذلك الوقت بالصدفة دخل رجلا ما عرفتني عليه كان يهم بدخول المركز. قلت لي أن هذا الشخص هو الشيخ محمد معشوق الخزنوي. فيما بعد أيام قليلة، يعني أنا كنت أزورك في عام 2005، بعد أيام قليلة سمعنا أنه تم يعني تغييب هذا الرجل. فيما بعد يعني أيام أو أقل من شهر سمعنا بمقتله عبر وسائل الإعلام. يعني برأيك أولا يعني تحدثنا قليلا عن الخزنوي، وبرأيك ما هي الأسباب التي يعني تم تغييب هذا الشخص ولماذا تم قتله؟ يعني رأيك بهذا الشخص وما حصل؟ رحم الله الشيخ معشوق الخزنوي. حقيقة هذا الشخص ربما كان هو الشخص الوحيد الذي لو أدرك أيام الثورة السورية كان سيحدث فرقا. الشيخ معشوق الخزنوي شاب طموح مليء بالأمل، أيضا نشأ في أسرة دينية عميقة ومتجذرة في الجزيرة السورية، وهي أسرة الخزنوي، ووالده كان شيخ الطريقة النقشبندية، وهو أيضا عانى مثل معاناتي. هو اللي جمعنا مع بعض هو المعاناة. وكان وكان أيضا بنفس الوقت نائبا لمدير المركز. كان نائبا لك أم نحن اللي كان يزور المركز؟ اللي جمعنا الحقيقة هو المعاناة المشتركة، لأنه إحنا اثنين عندنا طموح أن نقدم يعني خدمة لتطوير الفكر الإسلامي. نحن كان تجمعنا القناعة بأن الواقع الإسلامي سيء وعلينا أن نبني واقعا أفضل، وكنا ندرك تماما أين هي مكامن الكارثة ودور الكهنوت المتجذر الذي يمنع التفكير ويمنع الاجتهاد. وعندما كتب هو كتابا في الاجتهاد أصابه ما أصابني عندما كتبت كتابي المرأة بين الشريعة والحياة. كلانا تلقى بيانات وتلقى تهديدات وتلقى تكفيرات، فهذا يعني لمنا على بعض، وفعلا وجدنا بعض ونشأت بيننا علاقة من المحبة فريدة أنا أعتبرها. يعني أنا شخصيا بحياتي لم أكرر هذه التجربة مع شخص آخر غير معشوق. معشوق كان عندنا في المركز، هو كان طبعا من القامشلي وكان له حضور جماهيري كبير، وعندما دعاني إلى فرح ابنه يعني كانت القامشلي كلها موجودة، يعني آلاف البشر كانوا موجودين. رجل يعني حاضر في المجتمع وحاضر في الحياة، وأيضا نظم لي محاضرات في إدلب وكان له حضور كبير فيها. ثم يعني جاء إلى دمشق نظرا للمعاناة التي واجهها من قبل الذين حاربوه في وعيه ضد الطرق الصوفية المتخلفة. طبعا اجتمعنا وعملنا معا وأسسنا مركز الدراسات الإسلامية. مركز الدراسات الإسلامية كان مشروع شخصي، يعني ما كان عنده بادجت، ما كان مال، ما كان، لكن عندنا كان مقر في ساحة الميسات، مقر مستأجر، وكنا نعمل فيه ومشيت الأمور الحمد لله، ومعشوق كان له دور كبير.
طبعا كنا نستخدم مثلا أنا مدير المركز، هو نائب مدير المركز، لكن أنا أعتبره أكبر مني يعني قدرا وقيمة وتأثيرا، ولم نكن معنيين بتقاسم الألقاب. كنا نرى أن المشروع أكبر من ذلك بكثير، وعملنا بإخلاص، واستقبلنا وفود كثيرة، وسافرنا إلى بلاد كثيرة معا، وكان رسالتنا واحدة، وهي إنقاذ الدين من المتطرفين، إنقاذ التفكير الديني من محاولات تغول الكهنوت عليه. وهذا كتبه الشيخ معشوق، يعني هو الكلمة اللي قتلته يمكن قوله إنهم يتاجرون بعظام الموتى، وكان يتحدث في ذلك عن خصومته مع ناس من الذين يحاربونه، لأنه كان ضد موضوع الصنمية في التصوف. الشيخ معشوق في المركز كان له عفوا، يعني تقصد أن من يختلفون معه الكهنوت الديني المتعصبون نعم ربما يكونوا سببا وراء تغييبه ومقتله. أنا بنفس الوقت هو أيضا كان يعني على المنابر وفي الخطب وفي اللقاءات التي كان يجريها دعا للوقوف في وجه السلطان الجائر وضد الظالم والظلم. نعم، كان شجاع جدا. وفي خطبته في يوم مقتل فرهاد اللي قتل في أجهزة الأمن ألقى خطبة نارية، يعني يجب أن تدخل التاريخ كأبلغ كلمات الأدب العربي في بلاغته، وهو يرثي فرهاد هذا الإنسان الذي قتل تحت التعذيب. الحقيقة من الواضح أن النظام كان غير مرتاح لمعشوق، مع أنه كان يتواصل معه، وناس في الدولة وفي الأجهزة كانوا يتواصلوا مع معشوق حتى يعني يستوعبوه، حتى لأنه يعني واضح أنه هذا الإنسان له نفوذ شعبي كبير. ثم وقعت الكارثة، والرجل يعني خرج من المركز، كان موظف في المركز، وقال له أنا طالع معزوم، جماعة دعوني إلى طعام أو شيء، وخرج ولم يعد. طبعا نحن خبرنا الشرطة وخبرنا الأجهزة الشرطية والأمنية، وبدأوا بالعمل. وأنا قناعتي أن القتل هو جريمة، يعني جريمة جنائية. ممكن يكون هناك دور للنظام أو لبعض الأجهزة في النظام أنه حرضت على ذلك، أنه حطوا حد لهذا الإنسان، شلون هيك عم يهاجمنا. وجاء بعض خصومه من اللي يعني يعتبرون أنه يهدم الطريقة أو يهدم المذهب، وهؤلاء نفذوا هذه الجريمة بشكل يعني مقزز ومستفز. دكتور عفوا، يعني الراحل أو المرحوم معشوق الخزنوي معروف أنه وقف مع انتفاضة الكرد يعني طبعا في عام 2004 ضد النظام أكيد. يعني وجاهر في هذا الموقف. بنفس الوقت لديه كان علاقات يعني مع منظمات حقوقية دولية. كان في الآونة الأخيرة قبل مقتله كان غالبا ما يدلي بتصريحات على التلفزيونات وعلى الفضائيات وإلى ما هنالك، ويدلي بمواقف حادة ربما لا ترضي النظام. أيضا وأخيرا يعني عندما اكتشفوا جثته وجدوا عليها أثار تعذيب، يعني بمعنى هل هم فعلا يعني مختلفون معه متعصبون من يفعلون كل ذلك أو يغتاظون منه فيقررون قتله؟ حقيقة يعني لا يوجد لدي دليل إلا مشهد الناس اللي طلعوا في التلفزيون واعترفوا بأنهم مارسوا عملية القتل. وأنا شخصيا يعني اعتبرت الرواية صادق. نعم، لأن هؤلاء الأشخاص بالذات اللي رأيتهم على التلفزيون هم الذين زاروني في المكتب قبل حوالي أسبوعين، يعني إبان الانتخابات، وقالوا لي نحن جايبين لك رسالة، أنت عم تحتضن معشوق. وهم كانوا ست أشخاص ويلبسون عمائم، أنا ما بعرفهم. أنت عم تحتضن معشوق وهذا حيكلفك كتير. قلت له شو هيكلفني؟ قال لي معشوق ربما يكونوا من صنع أجهزة المخابرات. هل هم رجال دين حقيقيين؟ نعم هم أشخاص معروفون بالعمل في الطريقة يعني. وكان موقفه شديد معي، قال لي نحن أنت هيك حتخسر كل أصواتنا. قلت له والله يا أخي أنا بفرح بأصواتكم، لكن يعني ما بستطيع أنه أفعل شيء يتناقض مع ضميري. الرجل قال لي
يعني الرجل ليك وفي شهادة وفي موقف في فتوى ضده، ليك الفتوى خدها موجودة في الشريط اسمعها. قلت له لا أريد أن أسمعها، وأنا عندي فتاوى ضدي أكثر من هذا، وخلي الشريط معك ومعشوق أخي ولن يفرق بيننا شيء. وخرجوا غاضبين. نفس هذا الشخص هو اللي شفته أنا في التلفزيون، أنا شفته مرتين، مرة لما زارني ومرة شفته في التلفزيون هو عم يعترف كيف مارس عملية القتل. طبعا مين حرضه؟ ممكن يكون في أجهزة من النظام حرضوه ودفعوه، هو القاتل، ما عندي شك في ذلك أبدا. لا، أداة وليس القاتل. ربما من اتخذ القرار الأداة. أكبر منه بكثير. ممكن يكون القرار أكبر منه، لكن هو الأداة. وهو اللي قال لي بوضوح، قال لي أنت حتخسر كتير إذا بقي معشوق معك. قلت له هو أخي ولن يفرق بيننا شيء، وهذا اللي يتحمله في سبيل الله هو شيء طبيعي، هو رجل متنور ورجل عالم ورجل حجة، وأنتم لازم تستفيدوا منه، مش تقاتلوا، وأنتم جايين من آخر الدنيا من أجل توقفوا في وجه طموحه. أيا ما كان لم أكن أتوقع أن الأمور حتذهب إلى هذا المكان، كنت أظن أنه مجرد يعني صخب وكتب الله أن الرجل استشهد، ولا أشك أبدا أن هؤلاء هم القتلة، لكني أوافق معك أنه هناك جهة أكبر حرضتهم، هذا أمر ممكن يعني، والنظام بأي حال يعني مستفيد من مقتل معشوق، لأنه كان يشكل له قلق. يعني كان لما يحصل شيء ويخطب معشوق في الجزيرة كان يعني تحتار الأجهزة الأمنية أنه رجل اعتقاله صعب، سيثير علينا كثيرين، وتركه صعب، فدفع حياته ثمن، وأنا أعده من شهداء التجديد والتنوير، ومن شهداء الإصلاح الديني اللي بيستحقوا كل احترام. عفوا، يعني لم يكن لمواقفه وعلاقاته وخاصة بعد انتفاضة الكرد بعام 2004 دورا في ذلك، لكن أريد الإجابة منك بعد الفاصل، لدينا فاصل قصير. دكتور، ألا تعتقد أن لمواقفه أو تعاطفه مع قضية الأكراد، قضية قومه كونه كردي، يعني لعبت دورا في ذلك؟ أقصد مواقفه السياسية، يعني لأن بكل صراحة لأن مواصفات معشوق الخزنوي يعني تنطبق عليك من ناحية الانفتاح والتحرر، يعني بمعنى لو كان متعصبون لكانوا ربما اغتالوك أو لا سمح الله أنت أو غيرك من رجال الدين المنفتحين، لكن هناك وضع خاص للخزنوي، يعني ربما كرديته، مواقفه من النظام، يعني هذه أمور يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. نحن لسنا محققين، لكن نحن بنفس الوقت لسنا بسطاء لنصدق أن متعصبون قتلوا الخزنوي. يعني والله يا أخي، يعني أنا أتحدث لك بما أملك من معلومات. أنا شخصيا خارج الدولة من 12 سنة، ما لي صلة بأي أحد بالنظام، ولا يهمني استرضاء أحد، لكن كمان بنفس الوقت يهمني أن أحترم ما أقول. يعني عندما أقول لك أنه هؤلاء هم القتلة، لأني سمعتهم يعترفون ورأيتهم يهددوني، هم هددوني ثم مارسوا القتل إلى هذا واعترفوا على التلفزيون. لكن أكبر من ذلك ممكن يكون هناك أكبر من ذلك، لكن حتى نكون منطقيين، ليس كل أحد رفع صوته تم قتله. يعني ما قلته لك هو ما أعتقده في هذه المسألة. وجود جهات مستفيدة أو جهات محرضة أمر محتمل، لكن على العموم الشيخ معشوق يعتبر رمز من رموز الإصلاح الديني الكبار، ولعل يأتي يوم ينصفه أحد الكاتبين ويكتب أفكاره في كتاب يعني يبقى للتاريخ، لأنه كان فعلا رجل من رجال الإصلاح. وأنا أصبت يعني بمقتل عندما رحل الشيخ معشوق الخزنوي رحمه الله، وبالطبع يعني قصرنا حتى في الذهاب إلى القامشلي، لأنه كان الاحتقان شديد، وكنا نخشى أنه تتطور المسألة إلى أشياء أخرى. على كل حال رحمه الله وأعلى مقامه، والبركة في أولاده، في مرشد ومراد وإخوان اللي عم يحملوا رسالة أبوهم، إن شاء الله يأدوها بأمانة وإخلاص. طبعا حصل التواصل بينك وبين أبنائه وإخوته وعائلته بعد الحادثة؟ طبعا، يعني الشيخ مرشد زارنا في دبي واجتمع مع الإخوان هيك الأصدقاء، وعملنا أيضا محاضرة، واصطحبنا كمان في فيينا وزرنا نوبل سوا،
رجل فاضل يعني، والحمد لله هم يتابعون رسالة أبيهم. جيد، عظيم. على ذكر الشيخ الخزنوي وأنت من المؤيدين لمطالب الأكراد، حتى أنك كتبت مقالا بعنوان شمس كردستان. ما هي أسباب هذا التعاطف دكتور محمد؟ يعني في وقت جرت العادة، يعني أسألك هذا السؤال لأنه جرت العادة أن يعني المهتمين بالدين والأديان أو رجال الدين بشكل عام لا يعيرون اهتماما للقضايا الإثنية والقومية، لكن الدكتور محمد حبش له وجهة نظر مختلفة، متعاطف مع قضية الأكراد. كمثقف لا تستطيع أن تنكر حق الأكراد الطبيعي. الكرد أمة عظيمة، أمة كبيرة، لا يمكن أن يعني كل التقديرات لا يمكن أن تنزل عن 30 مليون كردي موجودين في المنطقة، في جبال زاغروس، بين إيران، بين العراق، بين تركيا، وحتى أيضا في سوريا. الشعب الكردي للأسف ظلم تاريخيا، ويجب الاعتراف بهذه المظلومية. عندما انهارت الدولة العثمانية كانت الشعوب كلها تعاني نظرا لضعف الدولة ولانهيارها. عندما انهارت قيل للكرد الآن ستقوم دول وطنية، والدولة الوطنية الجميع متساوون فيها ولا يوجد فرق بين أحد وأحد. وهكذا وجد الكرد أنفسهم موزعين بين تركيا والعراق وإيران وأذربيجان وسوريا. لكن كانت المفاجأة خلال 100 سنة أن وقعوا في أحضان أنظمة شديدة التعصب لقومياتها. يعني البعث العربي الاشتراكي في سوريا والعراق له مشروع قومي واضح، ولا يسمح بالثقافة الكردية ولا باللغة الكردية ولا بالأعياد الكردية. الحالة الإيرانية أيضا كانت حالة فارسية متعصبة للشأن الفارسي وللقومية الفارسية. الحالة التركية كانت أشد تعصبا أيضا للقومية الكردية. ووجد الكرد أنفسهم بين 3 شعوب متعصبة لقومياتها وهم لا يملكون شيئا. يعني قل لي ما هو المعنى أن تجد بلد مثلا باسم جيبوتي، بلد باسم قطر، بلد باسم البحرين، ولا يوجد بلد باسم كردستان؟ ليه؟ هذا الشعب عظيم ومن حقه أن يعيش، ومن حقه أن يمارس لغته وحريته ونطقه ولسانه. أنت تذهب إلى أذربيجان تسمع اللغة الأذرية، تذهب إلى أرمينيا تسمع اللغة الأرمنية. لماذا هذا الشعب يمنع من لغته ويمنع من حياته؟ أنا مؤيد لمطالب الكرد، وربما كان هذا بتأثير من معشوق كان رجل له تأثير علي. وبالطبع ناقشنا كثيرا يعني تاريخ الحياة الكردية، وأنا مقتنع بحق هذه الأمة في أن يكون لهم دولة وعلم وراية تظهر مواهبهم. هلأ لو كان اللي قام في المنطقة دول وطنية حقيقية ديمقراطية حقيقية ما كان حدا طالب بدولة كردية. يعني اليوم الأكراد في ألمانيا والسويد بيعدوا لهم 500,000. هل يطالبون بدولة هناك؟ ما يطالبون، لأنه ما ناقصهم شيء. هم عايشين في دولة تحميهم والمساواة كاملة بينهم. ومبارح يعني واحد كردي أخذ بلدية فرانكفورت، انتخب رئيسا لبلدية فرانكفورت. فالناس ما بتطالب بشيء يعني غير منطقي. أما أنا بعيش في بلد ما بتعطيني هوية. سوريا ما كانت تعطيهم هوية للأكراد، وتقول له أنت لازم تحمي وطنك. أي وطن بدي أحميه إذا مش معترف فيني كمواطن؟ إذا دخلت أنا في التعليم ولا الحياة وجدت أنه كل لغتي وثقافتي ممنوعة. لذلك أنا بكل أمانة أنا متعاطف مع القضية الكردية، بتمنى أنه ينتصروا، بتمنى يحققوا دولة بدون دماء، وهذا سيتحقق بدون دماء عندما تقوم الديمقراطيات الناضجة في العراق وفي تركيا وفي إيران. سيصل الديمقراطيون بآليات سلمية لإنجاز هذا التكتل وقيام هذه الدولة. يعني دكتور، يعني أنت تؤمن مثلا بدولة كردية كما يعني يتحدث عنها الأكراد أنفسهم، يعني كردستان بحدودها وخارطتها المتعارف عليها، أو التي يتحدث عنها الأكراد والتي تضم أجزاء واسعة من تركيا ومن سوريا ومن العراق وإيران؟ أنا مؤمن بإرادة الإنسان. هذه البرلمانات الناضجة عندما تقوم ديمقراطيات حقيقية تستطيع أن تنجز اتفاقا ترسم فيه حدود لملامح دولة تقوم. يعني اليوم مثلا بريطانيا توحدت اسكتلندا وإنجلترا وويلز ونورث إيرلند وشكلوا اسمه بريطانيا.
هلأ امبارح نجح في الانتخابات حمزة يوسف في اسكتلندا يطالب بفصل اسكتلندا عن بريطانيا. هذا شيء عادي في الحياة العامة، في حياة الدول. ليست هذه خيانة. ما حد قل له أنت واحد خاين بدك تقسم البلد. لا، هو عم يطالب بهذا الموضوع بإطار برلماني. أنا بدي أقنعكم أنه هذا الإقليم يكون وحده أحسن له ما يكون. زي بريطانيا نفسها كانت جزء من الوحدة الأوروبية وانفصلت عنها. لم يقل أحد إنكم خونة وأنتم مارقين وتقسمون. يجب أنه يعني نخلص من عبادة هذا الصنم. هذا الصنم صنم السيادة الوطنية. نعم أنت معك حق دكتور، لكن يعني أنت تؤمن بحق الأكراد أن يكون لهم الدولة ضمن حدود جغرافية معينة، أم تؤمن بمنحهم الحقوق الثقافية التي حرموا منها، لغة وما إلى هنالك، ضمن الحدود الجغرافية الحالية، خارطة توزعهم في إيران وتركيا وسوريا والعراق؟ هذا موضوع مفروغ منه. طبعا أنا أطالب بحقوقهم المدنية والثقافية والسياسية في بلادهم اللي هم موجودين فيها بدون تحفظ. لكن إذا كان لديهم طموح واستطاعوا أن ينجزوا زي إقليم كردستان الآن في العراق، لو قام إقليم في إيران مثله وإقليم مثله في تركيا، ما المانع أن يتوحدوا؟ ما المانع أن يصبح لهم كيان أقوى ولهم علم واحد، وأن يقدموا يدهشوا العالم بثقافتهم اللي محرومة، اللي ممنوعة؟ طبعا هذا الأمر لا يتم، يعني إذا تم بالقوة فهو عمل إجرامي، لكن إذا تم بالسلم خلي ياخذوا تصويت وياخذوا نصف سوريا بالتصويت. بالنسبة لي لا أعتقد أنه هذه مشكلة إذا كان الناس يعتقدون أن وجودهم في هذا الطرف أكثر إنسانية وفائدة لهم من هنا. أنا لا أعبد الحدود، أنا لا أعبد السيادة الوطنية، ولست مؤمنا بهذه السيادة الوطنية. لقد ذبحنا بالسيادة الوطنية. عندما يأتي نظام ويقول أنا أمارس السيادة الوطنية وسأذبح شعبي كله وليس من حق العالم أن يتدخل، نحن وصلنا إلى كارثة. لا، أنا أؤمن بالمسألة هي مسألة حقوق. هذه الشعوب تريد أن تعيش كما يعيش البشر. من حقهم أن يمارسوا تعليما لأطفالهم، أن ينشروا لغتهم، أن ينشروا شعرهم، أن ينشروا أدبهم. من حقهم أن لا ينظر إليهم كمواطن من الدرجة الثانية. من حقهم أن لا يمنعوا من وظائف عليا في الدولة كما يمارس في سوريا وفي العراق وفي إيران معهم. لذلك طالما أن الدولة الوطنية الحقيقية لم تقم، فأنا مؤيد لحقهم في إقامة وطنهم. عندما ننجح في إقامة ديمقراطيات في المنطقة ويصبح الناس متساوين، لن يطالب أحد بدولة مستقلة. الجميع سينخرط في الولايات المتحدة فيها 100 جنسية، كلهم منخرط، ما في حد يعني يتول على أحد. لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما. لذلك لا أستطيع أن يعني أؤمن بسيادة جيبوتي، بسيادة البحرين، بسيادة قطر، ثم أقول للأكراد بأي حق تطالبون بقيام دولة؟ لا أستطيع. هذا حق، لكن المعيار الوحيد هو النضال السياسي السلمي وليس العمل الحربي. العمل الحربي سيضر الجميع، العمل العسكري سيؤذي الجميع، أما النضال السلمي السياسي سيصل إلى هذه الغاية وسيقدمون ما يدهش العالم. نعم، لدينا فاصل قصير، نتابع الحوار بعد الفاصل. شهید عاشق شهید هم تذابنا شاگرد مدی تنو برشقا دال شیخ سعید قاضی محمد برزان عقیل تنو برشقا دال شیخ سعید قاضی محمد برزان عقیل
دار ای شهید کرد معشوق دار دخوین ساکر دست دار ای شهید شهید ای رفر شهید انت دابنا شادت ومريد نكر شفاق قال شيخ سعيد قاضي محمد برزان عقيل شكلو تدا بالشيام لباشر تقار فيروز بدولة شكلو تدا بالشيام لباشر تقار فيروز بدولة لسر زمانا عطي أقولان عاشوقي ولا ناوي كردستان لسر زمانا شهيد أنت بابنا شادت ومريد نكر شفاق قال شيخ سعيد قاضي محمد برزان عقيل شيخ سعيد